أول قناة رقمية تحارب المخزن ليل نهار. دابكم يا المخزنين. المنتخب الوطني كان مستهدف بسبب هذه القرارات، يعني لا يمكن تصور أن يتم اختيار مباراة بين مباراة ومباراة ثلاث أيام فقط والمنتخب الجزائري سيسافر الموزمبيق. انا نروح لك بلو المنتخب الوطني مستهدف، حتى النخب الوطني مستهدف. النيه هذه كيفاش نديرك في ظروف وين نصعب لك الظروف تاعك. انا لازمك تجي، هذا منتخب وطني، هذه الجزائر، انا نجي نديرك في احسن الظروف لوجيستيكيه تاع كلش، تاع الاسترجاع، تاع ما تخصك والو، انت تجي عليك اللقاء، الاداء تاعك. أول قناة رقمية تحارب المخزن ليل نهار. دابكم يا المخزنين. بالله عليكم يا المغاربة، انتظروا ملك يبيع أرضكم قاراتكم ويطرد صوتكم من حومة الشوك اللي جاية في طنجة. الله عيبوها تبلة. خلطت شدونا الوهران من دونة تلمسان، خلطت باش يدونا الوهران من دونة تلمسان، هذه خلطت هي. نصبح أول منتج ولا في العالم. ترى ولد حي عادل قبل ما يتزاد عادل. وصلت إلى إنتاج قوي جدا في الفوسفات. نصبح أول منتج ولا في العالم، ربما ثالث منتج، ولكن أول منتج في القارة وفي المحيط المباشر تاعنا. إنتاج قوي جدا في الفوسفات. لأنه حاليا نحن لا شيء، بكل صراحة وبلا زعاف. الجزائر الآن لا شيء. على مستوى المغرب العربي لا يوجد اتحاد مغرب عربي تم تجميد. مستوى الاتحاد الإفريقي الجزائر فقدت نفوذها بشكل كبير وكبير جدا جدا جدا. فقدت نفوذها بشكل كبير وكبير جدا جدا جدا. فيش قوة في العالم اللي تقدر تضغط على الجزائر. إذن اللي يبغي يمشي يشوف ممثلية هنا ولا ممثلية لهيه ولا شكل البحر، راه يضيع في وقته. الجزائر وصلت اليوم نقطة لا رجوع في الدفاع بشراسة على السيادة نتاعها. راك عايش في الجزائر ولا غير بصراحة، باسكو خطاباتك لا تتماشى مع الواقع المعاش. الشعب راهو هكا والخطابات نتاعك راهي هكا. منحة البطالة هذه اللي راك قاعد تحكي لنا عليها حنايا ما نعرفوهاش اصلا بلي موجودة. انت راح ترفع في منحة البطالة، حنا منحة البطالة هذه ما نعرفوهاش. اذا موجودة حقا وفعلا، انا اعرف الاف الشباب البطالين اللي دبلومي وعندهم شهادات عليا وراهم يطيشوا في الزنق. مسيو تبون، يعني اليوم قدمت التزام اخر، اذكرك لعلك نسيت انك عندك كريدي قديم، عندك ما يكفي من الالتزامات باه تجسدها على ارض الواقع، عوض انك تزيد تقدم التزامات اخرى. اعطيك امثله: استرجاع الاموال المنهوبه، قلت لنا بلي تعرف الطريقه تاع استرجاعها والكيفيه، وعندك يعني سبل كي تسترجع هذه الاموال. وانا ذاك ما حبيتش يعني تشاركنا هذه الطريقه خوفا اللي يديروا في الكونت خطه. اليوم بعد ما اصبحت رئيس جمهوريه لازم نستناو. سمعنا باللي اعتقلت يعني او اعتقلوا ولا اعتقلوا، ما نفهمش شكون اللي اعتقل. المهم قالوا لنا بلي ناس بزاف دخلوا من الحبس، بس الصوار مازلنا ما شفناهمش اين ذهبت الاموال. الشياب هذوك بكل دكيتوهم في الحبس، هذا اذا دكيتوهم صح وراحوا سوار، بس مازلنا ما شفناش الدراهم. التزامات اخرى ادليت بها او تصريحات ادليت بها والتزامات التزمت بها. هذاك القطار هذاك اللي ديماري من تمرست ويصل الى الجزائر العاصمه في غضون 8 ساعات وفي راحه قصوى، يعني كما قال بعض الاخوه. وقتها ديماري ان شاء الله. مسيو تبون بالحديث عن المنحه، يعني انتم المفروض ان تجتنبوا هذه الكلمه وتقولوا لهذوك الصحافه هذوك كلمه منحه هذه ما تقولوها ليش؟ علاه؟ لانه سبق لك وان قلت هذه الكلمه منحه السفر. مسيو تبون قلت بعظمه لسانك والفيديو مازال موجود، تقدروا تروحوا اليوتيوب اكتبوا تبون منحه السفر ستجدون رئيس الجمهورية الحالي السيد عبد المجيد تبون عندما كان مترشح حر يقول بعظمة لسانه أنه 100 ولا 150 أورو لا تكفي لقضاء ليلة واحدة في دولة أوروبية، وبالتالي قرر هو عندما يصبح رئيس جمهورية أنه يرفع هذا المنحة واللي هي منحة السفر، وستصبح حسبه 1000 ولا 1500 أورو ولا 2000. هذا بالزديرة اللي هدر على حفيظ الدراجي واللي فضح روحه وحرق روحه بيان سور، باللي راه يمدلو في الدراهم ويشري ويبيع
ويهضر على الفساد. والله ضحكني كي تهضر على الفساد. نوريكم تصاور يا وجه الخير تشوفوا الفساد اللي راه ينحو. يا ولي يهضر على الفساد لازم يهضر يبدا بروحه، كما يقول لك واحد لازم ينقي قدام دارو، فهمت؟ يبدا بروحه ومن بعد يهضر على الفساد تاع الناس. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ راهم يطلعوا يا اخي، ما تقطعش اللايف. بون، ومن بعد قلت لك جاي يهضر على الفساد، يهضر على الفساد. سيد موسخ بالادلات. تصاور، شوفوا التصاور هذو اللي نوري لكم فيهم باش نوري الموضوع تاعو. كما يقول لك الموضوع تاع بن زديرة، اقسم بالله العظيم غير فين تاع خلع، غير تشوفوا تصاور دركا راسكم يحبس. هذا الانسان راهو خطر على الجزائر وخطر على الامن القومي، فهمتوا؟ هذا الانسان بياع، احنا نقولوا له بياع كما يقولوا الناس بكري. هذا كانوا يخدموا به المخزن، يقيدوا فيه هكذا بلا مانيت. يا ربي عينيا، يقيدوا فيه بلا مانيت. واش يقولوا له؟ يقولوا نعم سيدي، نعم سيدي، واخا سيدي، كما هما تعرفوهم العياشه بواسيم الدين. كما كان يدير مع بن طليبه هذاك الديبيوتي اللي راه في الحبس، اللي اصله تونسي، كل احترامات الناس تونس، اللي دافع 3 مليار، كان يوكل فيه ويشرف فيه. كما العصابه اللي كان يبتز فيها تاع طحكوت، كما هذاك تاع كومي يسابيل اللي كانت عنده طوموبيلات، يا ربي نسيت يسموه. تفضل. هذا بن زديرة يريد محاربة الفساد. تفرج يا مواطن، وراني وجهي باش نقول لك هذه ماشي هي. هاكم تفرجوا. هذا بن زديرة يريد محاربة الفساد. هذا بن زديرة الكلوشار تاع الاسبان، ها يريد محاربة الفساد. موضوع مهم جدا، موضوع مهم وحساس جدا جدا جدا. اي واحد راجل واي واحد غير راح يقيسوا هذا الموضوع وراح يأثر فيه. والله واش راح نقول لكم يا خوتي، هنا في دبي سرتوا هذا العامين الاخرين راهي كثر الظاهره تاع البنات يجوا هنا لدبي، بنات بلادنا، ما نحكوش على بلدان واحده اخرى، يجوا هنايا حاشاك الدعاره ويروحوا. اولا راهم فزدوا على بنات الفاميليا اللي تجي هنا تسترزق. ثاني شيء كأنت كراجل ولد ناس ولد عائله وعندك الغيره وعندك الشهامه، الجنسيات الاخرى كي تشوف بنات بلادك هكذاك ما ياكلش قلبك يا ربك. انا راح نهبل من الداخل صراحه. انا واحد من الناس ولاو يقولوا لي شوف ليك بنت بلادك كيفاه، ليك ديك جزائريه، ديك بنت الجزائر، ليك كل حاسبين كل الجزائريين بنات الجزائر كيما هكاك. انا غادني الموضوع خلاص بط على قلبي. المهم شوف، وراني فارغ لكم شغل والله غير نحاربكم. اش معنى نحاربكم؟ يا تقدروا وحدكم يا تعتادلوا يا تشرفونا كاحنا رجال، ولا والله غير نحاربكم. نحطكم في راسي درك. اي وحده جايه انا باه تقحب وتتعهر انا نحارب. هذه بلاد محترمه تاع ناس محترمين، تاع ناس جايه تسترزق. ما تجوش تشوهوا علينا احنا كرجال، ما تجوش تشوهوا على بنات الفاميليا. انا راني قاعد لكم الحرب. اش معنى الحرب؟ نحاربكم. أن نتجدد ونريد أن نتطور، ونريد أن ننفتح على عالم جديد، ونريد أن نقوى أكثر، ونريد أن نستقر، ونريد أن نزدهر، ونريد أن نصبح دولة محورية، دولة لها كلمتها وقيمتها في المحافل الدولية. نريد، لأنه حاليا نحن لا شيء، بكل صراحة وبلا زعاف. الجزائر الآن لا شيء، والدليل أنه الكثير من الدول التي أقنعتها الجزائر بقضية الصحراء الغربية تراجعت ومالت الكفة لصالح نظام المخزن. نعم، نظام المخزن الجبان وبوبريطة تاعهم استطاع أن يستميل كثير من الدول التي كانت إلى صفنا. إذن بكل صراحة نقول أننا خسرنا جولة، بل خسرنا جولات، وخسرنا معارك.
في الاتحاد الإفريقي. الحمد لله أننا لم نخسر الحرب، بل خسرنا معارك، والحرب فيها كر وجر طبعا، فيها مد وجزر، لكننا خسرنا معارك. قلت أن كثير من الدول التي كانت إلى صفنا وصف القضية الصحراوية مالت. نقول لكم انا واش نقول لكم، هضروا مع الكيف تاع بوتفليقه تاع الخراي بوتفليقه كيف هو كي بوتفليقه يكذب على الجورناليست يقولوا انا جامي كنت، قالوا له اسكو فوزافي با سوتوني لو 5e موندا، اسكو ما كنتش مع نو شو ذاك الفرنسي قالوا مي نو، قالوا مي موا جيتي ايجيكتي، اون دي با جيتي ايجيكتي يا حمار، ميم كي يتكلم فرنسي هذا الفرنسي اكاديميك، اون دي با شو ايجيكتي، لا انت وليت بومبا، وليت انت يا شيفونه ولا قرعه تاع ماء تو ايجيكت كيلكان ولا موتور ولا حاجه تبعتها فليشه فو ليجيكتي، اون غو اون دي يا بريزيدون تاع الخرا يا تبوني ما عندكش مستوى، تو دي كو جي تي ريميرسي ولا جي تي ليمونجي، نقول جي تي ايجيكتي، حاسب روحك اي بيان سير انت بليغه ها بليغه هاي بليغه هكذا ايجيكتي، هاي شتي ايجيكتي، خي بغلي خي بهدلتنا، لا فرنسي لا عربيه لا قبيليه لا شاويه لا تركيه، ما تحسن والو، ما فيك ما يصلح تبون، بهدلت بينا ورخص بينا. دولة عظمى فيها دكاترة قد سخط، فيها شبان، فيها شباب جزائرية، نخدموا غير الفلاحة برك، الفلاحة والسياحة ما نسحقوش البترول تاعكم. الذهب راك انت هضرت الذهب والديامون في الصحراء، وناس الصحراء تحياتنا ناس الصحراء، وربي يرفع عليكم هذه الجهنم اللي راكم عايشين فيها، مالها وخيرها، وقاعدين الماء ما كاش والغاز ما كانش والتريسيتي ما كاش، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم انا قلت واش عندي، بارطاجيو لنا الماكسيموم، ولا كاين ذباب هنايا الذباب والشياتين، هاو البارطاج ما يروحش.